طيب النهارده اقول لكم على ازاي تقللوا التوتر وانت بتلعبوا ببجي. بس قبل ما نبدا كده ما تنساش تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنساش تدعي لاخواتنا ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين، واعمل لايك واشتراك وكومنت وشير. ويلا نبدا. اول حاجه وبس كده. يلا اول حاجه هقولها هو ايه التوتر التوتر زي ايه مثلا؟ انت ما هقولك مثال دلوقتي زي هو ايه التوتر. انت مثلا واقف قدام اتحطيت في مواجهة ضد سكواد لعيبة او مطورين او مشهورين، فانت طبعا هتتوتر. وحاول تخلي عقلك يعني او تقنع عقلك اللي هم بوتات ما بيعرفوش يلعبوا، او انت العب منهم. حاول تقنع عقلك كده لان ده هيزود عندك الحماس، فهيقلل عندك التوتر شوية. مثلا انت قدامك ناس زي ما انا قلت مشهور بتلعب 60 او 90 فريم، وانت امكانياتك نوعا ما ضعيفة. زي ما انت قلتلك زي ما انا قلتلك اعتبرهم بوتات والعب بذكاء. ساعتها التوتر عندك هيقل. بص خلينا فيه. مفيش حد ما بص دلوقتي مفيش حد ما بتوترش. في فرق بين انهم بيعرفوا يقللوا التوتر بتاعهم. اقولك هديك حل من وجهة نظري. فاكر وانت صغير في ابتدائي لما كانوا المدرسين بيقولوا لك ما تاكلش البان علشان ما تركز؟ ده حاول تاكل لبان علشان ده هيقلل عندك التوتر. اقولك طب هقولك سبب كمان. ان انت لما تسمع صوت رجلين كتير، لو ما تعرفهم، حتى لو ما تعرفش مستواهم بوتات او محترفين او مستواهم يعني وسط. طب هو ليه ايدك بتترعش؟ سببين. السبب الاول عشان حضرتك مثلا داخل اللعبة تلعب ببجي عشان تعلي الكدي او الرانك، او واحد صاحبك قالك تعالى ساعدني عشان نعلي الكدي او الرانك، هما نفس الفكرة. فلو داخل انت عشان الكدي والرانك ومستغرب انت بتتوتر ليه، فيس روح نام. فتخيل مثلا لو ده شبه. تخيل مثلا ان انت لو رحت تشتغل عند حد فيجيب مسدس يحطه على راسك فيقولك هتعمل اي غلطة هقتلك. فالموضوع حرفيا شبه كده. فانت داخل الجيم حاطط على نفسك ضغط نفسي، واللي هو انا هكسب او هكسب. اهدى يا حبيبي، اللعبة مكسب وخسارة عادي والله. فمش طبيعي ان مش طبيعي تتوتر اللي هو مش طبيعي انك ما تتوترش. وبس كده. اتمنى تكون استفدت اي حاجه في اي حاجه. متنساش تنزل تدعي لاخواتنا في فلسطين واعمل لايك واشتراك. انا شايفك اللي ما عملتش. وبس كده. سلام.